طبعا كلامي ده للزملكاوي اللي قاعد من امبارح من بعد القرارات ما طلعت بتاعت لجنه التظلمات بخصم 3 نقط بس للنادي الاهلي، قاعد عمال يصيح. انا كلامي ليك انت بس والله. بس بفكرك بحاجه. اولا يعني مبدئيا قبل اي حاجه، قبل ما اقول لك اللي هيصدمك، انت لو انا اتخصم مني 6 نقط انت مش هتستفيد حاجه برضه. يعني انت هتبقى تالت للعلم، وانا هبقى تاني وهخش العب دوري ابطال افريقيا. فانت اصلا يتخصم 3 يتخصم 2، انت بتحب تصيح وخلاص، وبتحب تزيد وخلاص، وانت اصلا مالكش فيها. حتى لو اتخصم انت هتبقى تالت رسمي. طيب ما عليك من ده، انت تعرف ان اللائحه بتاعت السنه دي اللي اتغيرت دي اتغيرت عشانك انت. والله العظيم انت السبب. ليه؟ لان انت في 2020 انسحبت من الدوري وانسحبت من المباراه بتاعتي ما بينك وما بينك، اللي هي مباراه القمه بتاعت الاتوبيس الشهيره، وبعت خطاب اللي انت مش هتلعب الدوري ومش هتكمل الدوري ومش هتلعب المباراه دي. انا مركز في افريقيا، وما نزلتش درجه رابعه، واللائحه ما اتطبقتش عليك، اتخصم منك 6 نقط بس. وعملتها السنه اللي فاتت بخطاب رسمي اللي انت انسحبت من الدوري ومش هتلعب المباراه وما نزلتش درجه رابعه. قامت اللائحه اتغيرت عشانك انت، اللي هم خصم 3 نقط بتاعت المباراه بس. السنه دي اتغيرت بسببك انت، علشان انت اكتر فريق في الدوري بتنسحب. يبقى ما تزيدش وتعمل هيصه وتعمل فيها اللي انت مهم وانت اصلا مالكش لازمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، وابعتها له عشان يسكت ويبطل صياح.